المغرب رسميا يعلن إلغاء المنطقة العازلة. تعرف على التفاصيل في سعيها لدفع المغرب نحو التورط في حرب تتابع جبهة البوليزاريو الانفصالية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة بالصحراء بالتعاون مع الجزائر وسط خسارتها في المجال الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي. مع تجاوز البوليزاريو لاتفاق وقف النار الذي تم توقيعه في عام 1991 في المنطقة العازلة، يرى بعض المسؤولين المغاربة أنه في ظل انتهاك الاتفاق من قبل جبهة الانفصال واستهدافها المناطق السكنية الآمنة مثل الهجوم الأخير على مدينة السمارة الذي أودى بحياة مدنيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة الخطورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات للتهريب تسهل دخول المهربين إلى التراب المغربي وتصعب على الأمن الدولي الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة. ويجدر الذكر بأنه تم توثيق هذه الهجمات والتجاوزات بالصوت والصورة من قبل جماعات الانفصاليين نفسهم. بعد كل هذا يصبح منطقيا المطالبة بإلغاء هذا الاتفاق والسماح للقوات المغربية بتأمين المنطقة وفقا لما ذكره رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني. وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية، أكد المساوي العجلاوي الخبير في العلاقات الدولية أن وقف إطلاق النار لم يكن اتفاقا مشتركا بين المغرب والبوليزاريو، بل كان اقتراحا من الأمين العام للأمم المتحدة وتمت الموافقة عليه من قبل البوليزاريو والمغرب على التوالي في يونيو 1991. وأضاف العجلاوي أن انسحاب البوليزاريو كان من الموافقة على وقف إطلاق النار من الأمم المتحدة وليس مع المغرب، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يلغي التزام المملكة المغربية به. أكد الملك محمد السادس خلال عملية تطهير معبر القرقارات على احترام المغرب لوقف إطلاق النار ودعمه للمسار السياسي السلمي الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار الخبير المساوي إلى أن المغرب خلال هذه العملية أكد التزامه بالاتفاق العسكري رقم 1 الذي تم توقيعه مع المينورسو في يناير 1998. وأكد العجلاوي أن هذا التأكيد يظهر التمسك المغربي بوقف إطلاق النار والحل السياسي السلمي، ورأى أن هذا يعكس احترام المغرب لالتزاماته الدولية وأنه لا يمكن أن يتورط في التصعيد العسكري، مؤكدا على أن المغرب لا يعتبر نفسه مسؤولا عن خروقات البوليزاريو. وأشار العجلاوي إلى أنه حتى يتم سحب المغرب يجب إرسال إشعار رسمي إلى مجلس الأمن بشأن قرار وقف إطلاق النار، ومع عدم تغيير الوضع على أرض الواقع فإن المغرب سيستمر في التزامه مع الأمم المتحدة وسيتعامل مع أي خروقات بحزم وبرزانة. ضمن دبلوماسي، قال عبد الواحد أولاد مولود أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض إن تصاعد الجبهة الانفصالي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة واستمرارها في تصعيد التوتر قد يتسبب في إشعال فتيل الحرب في المنطقة. يشير الأستاذ إلى أن هذا التصعيد يأتي بالتعاون مع الجزائر ومع دول أخرى، وذلك بعد خسارة البوليزاريو في المجال الدبلوماسي أمام المغرب. وأوضح الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الأفريقية أن أي تصاعد في المنطقة الصحراء يعود بالمسؤولية إلى جبهة البوليزاريو كفاعل رئيسي في الخروقات، مشددا على أن الأمم المتحدة تظل طرفا رئيسيا في اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف المتحدث نفسه أن المنطقة العازلة تمثل خطا أحمرا بين المغرب والبوليزاريو، ولكن الجبهة تجاوزت هذا الخط بطريقة غير مقبولة، مارست خروقات تهدد وقف إطلاق النار. شدد أولاد مولود على أن الخطر ينبع من البوليزاريو التي تتسلل إلى المنطقة العازلة، وفي هذا السياق أشار إلى أن المغرب يجب أن يحمل الجبهة المسؤولية الكاملة لتأمين المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت المنطقة العازلة متعرضة للاختراق من قبل الانفصاليين، ولا يمكن تجاوز هذا الوضع دون التصدي له. وفي هذا السياق أكد أولاد مولود على حق المغرب في اتخاذ إجراءات على مستوى مجلس الأمن الدولي والتواصل مع المبعوث الدولي لضمان إعادة تأمين المنطقة. وأوضح أن المملكة لديها كل الحق في التصدي والرد بشكل فعال في حال استمرار خروقات وتصاعد التوتر الناتج عن أنشطة البوليزاريو. كما قال عبد الواحد أولاد مولود أستاذ التعليم العالي بجامعة قاضي عياض إن جبهة البوليزاريو تتسلل إلى المنطقة العازلة بشكل مستمر، وأكد أن المغرب يملك كل الحق في اتخاذ إجراءات فورية أمام الأمم المتحدة للتصدي لهذه التحركات والحفاظ على سيادته وعلى أمنه. وأوضح أولاد مولود أن الجبهة قد تجاوزت الحدود المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار وبدأت في ارتكاب خروقات تهدد بتصاعد الأوضاع في حرب مفتوحة. وفي هذا السياق أشار إلى أهمية أن يتخذ المغرب إجراءات على المستوى الدولي بما في ذلك التواصل مع مجلس الأمن الدولي والتعاون مع المبعوث الدولي
الدولي لضمان إعادة تأمين المنطقة والحد من التصعيد. وأكد على أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها، وأنها لن تسمح بالسكوت أمام استمرار خروقات الجبهة، مع التأكيد على ضرورة استمرار التزام المغرب بالأمم المتحدة والبحث عن حل سياسي للأزمة.